أهلا معاكم سارة. بما إني بقالي فترة أو من فترة كده قريبة قريت شوية معلومات عن كبد الفراخ. ما كنتش بحبها خالص، بس كان لها فايدة كبيرة قوي واقتنعت بيها وحبيت ان انا اعملها باكتر من طريقة. فهشارك معاكم النهاردة اكتر وصفة عجبتني او اكتر طريقة عجبتني، طعمها حلو قوي بجد، جربوها. واستنوا كمان فيديوهات جاية لوصفات تانية مختلفة من كبد الفراخ، وهشارك معاكم كمان احلى وصفة مكرونة بحب اعملها، سهلة وسريعة وبتبقى كمان مختلفة عن التقليد اللي بناكلها. عندنا طبعا كبد الفراخ، نعمل كمية حلوة كده عشان هو ده هيكون الطبق الرئيسي بتاعنا. ومعايا بصل مقطعاه شرايح، فلفل مقطعاه مكعبات، توم على حسب الكمية اللي انتوا حابينها، ملح، فلفل، كمون، بهارات مشكلة، جنزبيل، كزبرة، بابريكا، ليمون، خل تفاح او خل عادي، دبس الرمان. طبعا الوصفة بتاعتنا كبدة بدبس الرمان، فده النجم بتاعنا، ونستخدم نوع يكون حلو عشان هيفرق معانا جدا جدا في الطعم. في طاسة على النار تكون سخنة جدا هضيف عليها معلقتين 3 كده من الزيت. هضيف البصل واضيف عليه رشة من الملح والفلفل، هيخليه ان هو يدبل معايا اسرع. هجمع البصل كده في جنب، ممكن نخلي مرحلة البصل تكون بعد الكبدة، او ممكن تخليه زي ما انا عملته دلوقتي، الاتنين بيكونوا حلوين. هضيف الكبدة واحدة واحدة، مش هضيف الكمية كلها على طول، لا هضيف حبة او اتنين مثلا واحدة واستنى شوية، هكذا عشان درجة الحرارة بتاع الطاسة ما تقلش وتطلع المية بتاعة الكبدة وتبقى معايا مسلوقة. خلاص احنا كده حفظنا، ما ينفعش نضيف الكمية بتاعتنا بتاع اللحوم على الطاسة مرة واحدة. هستنى لحد ما الاقيها كده بدأ خلاص ان تاخد لون من تحت، هقلبها على الناحية التانية. ولو عندي كمية اكتر شوية ببدأ ان انا اجمعها مع البصل جنب، وبعد كده اضيف الكمية بتاعتي واحدة واحدة زي ما اتفقنا لحد ما اخلص الكمية كلها. هضيف البهارات واقلب لحد ما اشم ريحة البهارات. هضيف الفلفل وهضيف الثوم واقلب لحد ما اشم ريحة الثوم. على طول اول ما اشم ريحة الثوم هضفي بمعلقتين من الخل، ولو عندكم الخل البلسمي كمان بيبقى هنا في الوصفة حلوة قوي. 3 4 معالق من الدبس الرمان، زي ما انتوا حابين الطعم بتاعها تقدروا تظبطوا، ملوش كمية معينة، من اول معلقتين لحد زي ما انتوا حابين. تفضلوا كده تدوقوا، يعني ممكن نزود حبة وندوق. عصير ليمونتين. الاضافات دي كلها من الفلفل ومن الثوم ومن البصل والليمون والخل عموما بيخلوا اي زفارة تكون انتوا مش حاسين بيها. طبعا بنكون في الاول خالص غسلينها كويس جدا. هنضيف عليها ربع كوباية او نص كوباية من المية المغلية، ما تكونش مية تكون فترة او جايبينها لسه من الحنفية على طول، لا مية تكون مغلية. اي مية هنضيفها على اللحوم وهي تكون على النار لازم تكون مغلية. ووطي درجة الحرارة واسيبها تستوي براحتها عشان تطلع بعد كده معايا صوص حلو قوي. وعشان نعمل المكرونة هنجيب حلة على النار، هضيف عليها معلقتين 3 من الزيت، والحلة تكون طبعا سخنة. هضيف عليها مكعبات من البصل، تقريبا كده بصلاية صغيرة. هقلب تقليبتين مع رشه من الملح عشان يدبل معايا بسرعه. هضيف عليه الطماطم دي انا ضربها في الكبه، مش عايزاها تبقى معصوره، يعني محطوطه في الخلاط عشان تبقى معايا زي العصير، لا انا حطيتها في الكبه. معاها كمان بصلايه صغيره خالص، معاها فلفل اخضر، ممكن اعمل فلفل الوان، ومعايا فص من الثوم صغير خالص. وهضيف البهارات بتاعتي، اي بهارات انتوا بتحبوها، انا بحب اضيف ملح، فلفل، كمون، زعتر. ممكن نضيف كمان بابريكا، هنا بتبقى طعمها حلو قوي. رشة بس صغيرة خالص من السكر. هضيف عليها معلقة من الصلصة الجاهزة. هضيف على طول المكرونة من غير ما اسلقها. بعد كده هضيف كمية من المية. كمية المية اللي هنضيفها دلوقتي هي اللي هتحدد معانا بعد كده الصوص هيكون كميته قد ايه. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا مجرد بس مغطية المكرونة، هيتبقى معايا كمية من الصوص هتشوفوها في اخر الفيديو في النهاية المكرونة فيها صوص قد ايه. لو انتم مش حابين المكرونة يكون فيها صوص كتير وهي بس مجرد تبقى مكرونة ومعاها حبة الصلصة بتاعتها، يعني حبة صلصة بس بسيطة ما يبقاش معاها صوص، يبقى انتوا هتحطوا كمية من الماء اقل من دي. نقطة كمان مهمة، اول دقيقتين هنقلب شوية المكرونة، يعني كل مثلا نص دقيقة كده نفتح ونقلب وبعد كده نغطي لحد ما تبدأ انها تغلي. هنوطي درجة الحرارة ونخليها وسط كده او اقل شوية، ونسيبها لحد ما تكون استوت. وده الشكل النهائي للكبدة بالدبس الرمان، والمكرونة كمان السهلة والسريعة، ما خدتش بجد 10 دقايق معانا يعني، كلها على بعضها، ولا سلقنا ولا عملنا اي حاجة. قدمت معاها سلطة الطحينة بالثوم والزبادي،
بتبقى حلوة قوي معاها. ممكن كمان ما ناكلش مكرونة ونجيب العيش البلدي وناكل الكبدة مع الصوص الطحينة، ونعمل طبعا سلطة معاها، السلطة البلدي العادية بتاعتنا. هيبقى احلى وجبة غدا. جربوها بجد هتعجبكم جدا. اقابلكم ان شاء الله في فيديوهات جاية، وسلام عليكم.